ديمبيلي إن شاء الله هيحرز الكرة الذهبية بإذن الله. لدينا فيتينيا، لدينا ماركينيس، لواحد من نجوم الشباك على مستوى العالم يا جماعة. وقبل ما تبدأ الحديث اهو امسك الخشب، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب ونجم باريس سان جيرمان، واحد أفضل اللعيبة على مستوى الكرة العالمية. تقدر تاخد عنوان أشرف حكيمي بقاله 3 مواسم ما بيريحش. أشرف حكيمي 3 مواسم كاملة بلا راحة، بسم الله ما شاء الله، الله الأكبر. بيأدي على أعلى المستويات الفنية، أعلى المستويات البدنية، وكمان كفاءة كبيرة جدا، وإن فرقته فعالة مع المنتخب المغربي أو حتى مع باريس سان جيرمان. تعال نبص، لأن أشرف حكيمي ما بعد انضمامه لبي اس جي الراجل بدأ يلعب يا جماعة. الموسم الأول ليه مع باريس سان جيرمان لعب كام ماتش؟ هتظهر معانا الأرقام: 41 ماتش في كل البطولات، موزعة ما بين 32 في الدوري الفرنسي، 8 في الدوري الأوروبي، و8 في السوبر الفرنسي. ده الموسم الأول. الموسم اللي وراه راح بعد كده بدأ يلعب مع المنتخب. تعال بقى أوريك، ده الموسم الأول، تمام. 32 ماتش دوري، 8 تشامبيونز ليج، 1 كاس فرنسا. المنتخب المغربي 15 مباراة، فده التوتال 41. تعال الموسم الثاني مع بي اس جي، 39 مباراة، 28 دوري، تشامبيونز ليج، كاس فرنسا، كاس السوبر. بص بقى، الراجل لعب 39، بيروح يلعب مع المنتخب المغربي، لعب معاهم 10 مباريات، فيهم 7 في كاس العالم في شهر 11 أو 12 2022، اللي المنتخب المغربي وصل لمراحله الأخيرة وفاز بالمركز الرابع ووصل معهم سيمي فاينل. فأنت النهاردة 10 زائد 39، فأشرف حكيمي هنا 49 مباراة. تعال نكمل عشان تشوف ان المواسم بدأت تلحم. هو لعب كده كاس عالم، وبعدين هيخش بقى يلعب تصفيات كاس عالم وكاس افريقيا ووديات، ثم في نص الموسم لعب مباراة دولية تانية استعدادا لكاس لو تفتكروا، اللي اتلعبت في يناير وفبراير. يعني الراجل كده خد كاس عالم مع الدوري بقى ودوري وبطولات اوروبا، وجاي واخد بعد كده كاس افريقيا، ولعبوا 5 مباريات قبل خروج المنتخب المغربي. في الصيف كل اللعيبة خدت راحة، اللي ما كانوش في اليورو خدوا راحة. هو لعب فين؟ في الأولمبياد مع المنتخب المغربي، وساعتها المنتخب المغربي أخذ الميدالية البرونزية. لعب 8 ماتشات زيادة. شوف كل المجموع ده حط له 8 ماتشات زيادة بس. من الأولمبياد كاس عالم، وصل سيمي فاينل مع منتخب بلده وفاز بالمركز الرابع. كاس أفريقيا لعب 5 ماتشات ومنتخب المغرب خرج، وبعدين أولمبياد لعب 8 ماتشات. يعني الراجل بسم الله ما شاء الله أعداد كبيرة جدا. فحكيمي ما بيريحش، وفي الصيف اللي احنا فيه ده بيلعب كاس العالم للأندية. بدأ الموسم ده بقى الأرقام ضربت لفوق، 54 ماتش دوري فرنسي، 25، 17 دوري أبطال أوروبا اللي فازت بيها فرقته، كاس فرنسا اللي فازت بيها فرقته، سوبر فرنسي كاسب بيها فرقته. نفس القصة على الدوري، كاس العالم للأندية 6، ويوم الاثنين يلعب الماتش السابع إن شاء الله على خير. وكذلك لعب 3 مباريات دولية مع المنتخب المغربي وديا في تصفيات كاس العالم. فبسم الله ما شاء الله، الله الأكبر. الراجل بيلحم المواسم ورا بعض، طبعا باعتباره انه واحد من النجوم الكبار جدا. منتخب المغرب رايح في كاس عالم، حكيمي مؤثر وموجود. كاس حكيمي موجود. هنلعب اولمبياد، حكيمي هيكون الكابتن ويقود الفريق للميداليه البرونزيه. بي اس جي ما بيستغنوش عن اشرف حكيمي بكل تاكيد. في الراجل مواسمه متلاحمه، الله اكبر على القوه. وانا منبهر لاني ما افتكرش حد كان عنده كميه، لو تفتكروا مع فارق السن، يعني بيدري لما قعد موسم لعب حاجه و60 ماتش، وراح لعب برضه اولمبياد ولعب ايام ضدنا، كان الكلام ان ده موسم مأثر عليه بعد كده. خلي بالك، أشرف حكيمي عنده فريق خاص بيشتغل معاه، من مدرب شخصي وفتنس ترينر خاص وشغل بتاع تغذية، وواحد من أسرع اللعيبة بقى. تعالى أوريك حاجة مهمة جدا، إن أشرف حكيمي مع كل هذا ومع كل المردود الفني والبدني، تعالى أوريك القوة البدنية ما شاء الله لأشرف حكيمي. الدوري المغربي عمل أكتر من 20 انطلاقة سريعة سبرنت، يعني في كل مباراة ضمن الدوري. أسرع لاعب في دوري أبطال أوروبا بسم الله ما شاء الله، بسرعة تصل إلى 36.9 في الساعة، متساويا مع إيرلينغ هالاند، ومتقدما على كيليان امبابي 36.9، كيليان امبابي 36.4. فأنت بص القدرة البدنية. يحتل المركز الرابع بين اللعيبة اللي قطعوا أكبر مسافة خلال البطولة. يعني حكيمي في 16 ماتش في دوري الأبطال جري 177 كيلو متر فاصل 3. في 3 لعيبة بس فوق بي اس جي. حكيمي هو الأكثر مشاركة مع لويس إنريكي هذا الموسم برصيد 46 مباراة بمجموع 3995 دقيقة. حدث ولا حرج، يسجل في كوارتر فاينل دوري أبطال أوروبا أستون فيلا، يسجل في سيمي فاينل ضد أرسنال، يسجل في الفاينل أو يسجل في الفاينل ضد إنتر، وبعدين بيصنع دور ال16، دور ال8، دور ال4 في قدام ريال مدريد في كأس العالم للأندية. هو ليه مساهمات. فالراجل بسم الله ما شاء الله
مش مجرد ان لعيب موجود، لا دي مساهمات فعاله. شوف حلاوه الجون الثالث اللي جه في ريال مدريد واشرف حكيمي، 1 2 باس يتحرك. وبعدين انا بقول لك اهو، بصوا على الخريطه الحراريه لاشرف حكيمي، شوف التاثير، يمين ماسك الخط، فجاه دخل في العمق، فجاه راح ناحيه الجناح الشمال. فبسم الله ما شاء الله اشرف حكيمي اللي عندي الان زعلان وغضبان جدا من تصريح ناصر الخليفي، زعلان وغضبان من التقليل اللي حصل من رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي. في كلام كبير جدا جدا ان نادي ليفربول الانجليزي بعت عرض لباريس سان جيرمان علشان يضم الباك المدافع العالمي اشرف حكيمي اللاعب الدولي المغربي لصفوف ليفربول الانجليزي. بعد اللي حصل وبعد ما ناصر الخليفي طلع وقال ان عثمان ديمبيلي هو اللي يستاهل الجايزة الافضل في العالم ومفيش حد غيره يستاهل الجايزة، والتقليل من اشرف حكيمي اللي كل محللين العالم في كرة القدم بيقولوا ان اشرف حكيمي افضل لاعب عمل موسم تاريخي هذا الموسم، ان اشرف حكيمي اللاعب المغربي هو اللي يستاهل جايزة افضل لاعب في العالم. ويطلع ناصر الخليفي اللي المفروض يكون حيادي واللي المفروض ما يكبرش واحد على التاني، طلع وقال الفرنسي عثمان ديمبيلي هو الافضل عالميا وهو اللي المفروض يفوز بجائزة افضل لاعب في العالم. اشرف حكيمي من حقه يزعل ولا ما يزعلش؟ من حقه يزعل. اشرف حكيمي من حقه ان هو يزعل من رئيس النادي ولا ما يزعلش؟ من حقه يزعل. اشرف حكيمي لما يكون مستواه او لما ما بيلعبش او لما ما بيأديش، عثمان ديمبيلي ما بيظهرش، هو اللي بيشغل عثمان ديمبيلي، هو اللي بيشغل الفرقة، هو اللاعب المميز جدا اللي طلع المدير الفني انريكي قبل كده، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قال لك عثمان ديمبيلي هو المدافع والمهاجم والخط الوسط وبيلعب في كل مكان وهو اللي بيحرك الملعب وهو اكتر لاعب في الملعب بعتمد عليه. الكلام ده طلع من لسان مين؟ من لويس انريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان. فالنهارده لما اشوف التقليل من رئيس النادي واشوفه بيجامل واحد او بيتكلم على واحد فرنسي، هو في مسلم متجوز مغربي طبعا عثمان ديمبيلي، ولكن احنا بنتكلم على لاعب مغربي ولاعب عربي زيك. المفروض ان انت من قطر وشايف اللاعب ده كل العالم بيتكلم عليه، وشايف اللاعب ده كل العالم بيقولوا انه افضل لاعب في العالم، وانت طالع تقول عثمان ديمبيلي. يعني حاجه غريبه. المفروض حتى كنت تقول ان عثمان ديمبيلي واشرف حكيمي لاعبين مميزين جدا وافضل اتنين في العالم، واحد منهم اللي هيفوز بجائزة الافضل في العالم. هو ده التصليح المظبوط اللي المفروض يطلع، هو ده التصليح المظبوط. لكن تطلع تقول عثمان ديمبيلي رئيس نادي باريس سان جيرمان، لما اكيد انت بتشوف كل المحللين بيتكلموا عن اشرف حكيمي ازاي، اكيد بتشوف كل المحللين بيطلعوا يتكلموا عن حكيمي اللاعب المغربي اللي مكسر الارقام واللي بيقولوا عنه كلام محترم جدا ازاي، وانت طالع تقول لي عثمان ديمبيلي. هل الكلام اللي بيتقال ان ليفربول عايز اشرف حكيمي صحيح ام لا؟ في مواقع كبيره جدا منزله الكلام ده على السوشيال ميديا. الدنيا مقلوبه على اشرف حكيمي. اشرف حكيمي ظاهر باين جدا ان هو زعلان وان هو غضبان. اشرف حكيمي وعثمان ديمبيلي زملاء مفيش اي مشكله، وعثمان ديمبيلي لاعب محترم جدا ومؤدب جدا، واتكلم على اشرف حكيمي انه لاعب مميز في فرقته وانه اكتر اللاعبين بنعتمد عليهم في ارض الملعب، ولاعب بيدعم اشرف حكيمي. متخيل ان عثمان ديمبيلي بيدعم اشرف حكيمي؟ ولكن الكلام كله على نصر الخليفي اللي ما احترمش اشرف حكيمي ولا احترم العرب ولا احترم المغاربه. ما احترمش دي طبعا لكل القطريين المحترمين، ولكن لما تكون انت قطري ولما تكون انت رئيس نادي باريس سان جيرمان وتقلل او تدي الافضليه للاعب من باريس، في الاول وفي الاخر ده من باريس، سواء مسلم او مش مسلم او متجوز مغربي او مش متجوز، ده في الاول وفي الاخر لاعب باريس، او في الاول وفي الاخر لاعب فرنسي. واكيد الفيفا بيختار اللاعب الاوروبي على اللاعب الافريقي واللاعب العربي، ده حاجه معروفه. يعني حتى لو عثمان ديمبيلي عمل كل حاجه في الكوره، برضه الفيفا ليه راي تاني، برضو الفيفا عنده شيء من العنصرية انه ما بيرضاش يدي الجايزة او يعطي الجايزة دي للاعب عربي او لاعب افريقي، علشان هم اللي يفضلوا على الساحة وهم اللي يفضلوا ظاهرين وهم اللي يفضلوا ملمعين. اما الافارقة والعرب لا، دول مركز تاني، دول ورا، دول ما ينفعش يكون هم في المقدمة، ما ينفعش يكون هم في الصورة، ما ينفعش يكون هم الاول، فبيحطوهم ورا للأسف الشديد. ولكن انا كان نفسي ان ناصر الخليفي يطلع ويصرح تصريح محترم، ما يقولش ان عثمان ديمبيلي افضل. اكيد اللاعب ده او اشرف حكيمي بيسمع الكلام ده ونفسيته طبعا، يعني لما اكون انت رئيس النادي بتاعي وتطلع تقول كده وتقلل مني، او ده اسمه تقليل. انا شايف ان ده تقليل لان انا كسرت الارقام، عملت كل حاجه مع عثمان ديمبيلي، كل العالم بيتكلم عليا، كل العالم بيقول ان انا افضل لاعب في العالم، والرئيس بتاع النادي بتاعي طلع فضل 1 على 1 وقال ان عثمان ديمبيلي هو افضل لاعب في العالم. معنى كده ان هو افضل من حكيمي وافضل من اي حد.
في العالم للأسف الشديد ناس من الجزائر أيضا طالعين يتكلموا كلام سلبي وكلام غير محترم عن أشرف حكيمي، وطالعين يقولوا عليه لاعب عادي، لاعب ما عندوش أي خبرات، لاعب ما عندوش أي، ما بيعرفش يخلص مباراة، ما بيعرفش إن هو يكسب فريق في فريق مثلا متعثر ما بيقدرش إن هو يفوزه. وطلعوا شمتوا في أشرف حكيمي بعد الهزيمة من تشيلسي بنتيجة 3-0. طلعوا قالوا فين حكيمي، فين حكيمي اللي الكل بيتكلم عليه، فين حكيمي اللي كل العالم بيتغنى بيه، فين حكيمي اللي بيقولوا عنه أفضل لاعب في العالم. ما شفناش حكيمي في المباراة، حكيمي ما جاش، حكيمي ما ظهرش. فعلا حكيمي ما ظهرش في المباراة دي. علشان حكيمي ما ظهرش الفريق كله واقع، علشان حكيمي ما لعبش الفريق كله واقع. وانا شايف ان حكيمي يعني مش هقولك ان هو قاصد انه يعمل كده، ولكن هو عايز يعرف الجميع ان هو من غيره الفريق بيكون واقع وتعبان ومش ملوش قومة، لا بيعرف يعمل هجمات ولا بيعرف يدافع صح ولا بيعرف يعمل اي حاجة صح. لما أشرف حكيمي ما يلعبش بكل القوة والشخصية اللي عنده فالفريق بيكون واقع شوية، وده اللي حصل. باريس سان جيرمان كان واقع، باريس سان جيرمان ما جاش الماتش. يعني أنا عايز أسأل بس نصر الخليفي، عثمان ديمبلي عمل إيه أمام تشيلسي اللي أنت بتقول عليه أفضل لاعب في العالم؟ عمل إيه؟ ما عملش حاجة، ما قدرش إنه يعمل حاجة. ليه؟ لأن أشرف حكيمي ما شغلوش، لأن اللي بيشغله بيخليه يجيب أهداف، واللي بيعمله أسيستات، اللي بيديله الكورة على طبق من فضة ومن ذهب. مين؟ المغرب العالمي الأسطورة أشرف حكيمي، وهو من وجهة نظرنا أفضل لاعب في العالم. حتى لو مش فاز بالجايزة دي، هو من وجهة نظرنا إحنا أشرف حكيمي هو أفضل لاعب في العالم حاليا. أرقامه هي اللي بتقول كده، تألقه وإبداعه في أرض الملعب هو اللي بيقول كده. إحنا ما بنجيبش حاجة من عندنا. وكل بقى اللي بيقعد يحقد ويشتم ويقلل ويتكلم على حكيمي بشكل غير لائق، الغل ملك السواد، ملك بلدك ما فيهاش لاعب زي ده، بلدك ما عندهاش لاعب زي أشرف حكيمي. فكفاية غل وكفاية حقد وكفاية سواد وكفاية كراهية وكفاية اللي انتوا فيه. والله انتوا صعبانين عليا، يعني انتوا ليل نهار شتيمة وإهانة وتقليل وعدم احترام. مش فاهم أنا الصراحة، مش فاهم انتوا بتعملوا ليه كده. ده في ناس بتقولك إن محمد صلاح أفضل من حكيم. يا ابني انت بتفهم ازاي؟ انت مش فاهم يعني ايه كورة أصلا. اللي بيقول كده ده ما بيفهمش يعني ايه كورة. النهاردة بالأرقام وباللعب وبالأداء وبالأسلوب حكيمي مكسر الأرقام. بنتكلم على إنه أفضل لاعب في العالم، مش أفضل لاعب في أفريقيا ولا محمد صلاح ولا مش عارف مين. فريت الناس تفهم. اعملوا لايك، شيروا الفيديو في كل مكان، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصعك مننا كل ما هو جديد وحصري. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.